الا كنتي حتى انت دايره في الاهداف ديال 2026 ان شعرك يولي قوي ورطب وطويل، ولكن ما عرفتيش شنو ديري ليه واستسلمتي، ما عارفه كيفاش تهلاي فيه، كيفاش ديري ليه الزيوت، شنو يصلح ليه شنو لا، كيفاش تمشطيه، هادشي كله كاع هاد الاسئله انا اختصرتهم عليك في هذا الفيديو. غنقول لك من ا حتى زد كيفاش تهلاي في الشعر ديالك وكيفاش يتحول من هكا لهكا غير بهذا الروتين اللي غنعلمك دابا. ومن هذا الفيديو ما بقيتي غتحتاجي حتى شي حد يوريك شنو ديري لشعرك. يلا نبداو. اول نصيحه اللي هي بديهيه وسهله ولكن بغيت نبدا بها هو الطريقه اللي كتمشطي بها شعرك. بزاف ديال البنات يقولك شعري كيطيح، ملي كتشوفها كيفاش كتمشط كتهز المشطه من هنا وكتهبط وكتقسح وكتبدا وكتضرب مع شعرها حتى كتهبط ديك المشطه. شنو كديري اختي؟ واخا يكون شعرك معرض الشعر ديالاش غادي يطيح. الا بغيتي شعرك ما يطيحش وبغيتي يبقى رطب خاصك تبداي المشط من التحت، يعني تشدي شعرك وتبداي من التحت، عاد طلعي شويه، عاد طلعي شويه، عاد توصلي للراس الفوق. اما انك تبداي من هنا وانت هابطه راه شعرك غيطيح. دونك اهم حاجه في المشيط هي تبداي من التحت ماشي من الفوق. وثاني حاجه غنقولها هما جوج ديال الاغلاط كيخليو شعرك يرجع للور وكيخلوك تقرعي قبل الوقت. اول غلط هو البنات اللي كيديروا كوب شوفار ولا اي شده كيشدوا داك الشعر كيزيروا عليه. الا كنتي كديري شده كتزيري على شعرك راه شعرك غيطيح قبل الوقت. وثاني حاجه هي ديال البنات اللي كيبقاو لابسات الزيف في الدار. عافاكم البنات ما تبقاوش لابسات الزيف في الدار، حاولوا تنفسوا داك الشعر، حيت ملي كتبقاي لابسه الزيف شعرك كيبدا يرجع وغتبدا تبان لك الصلعه قبل الوقت، فما تبقاش ديري الزيف في الدار. ودابا وصلنا لواحد المرحله مهمه اللي هما الزيوت ديال الشعر. ما تستغنايش على الزيوت للشعر ديالك، حيت الزيوت هما اللي كيرطبوه، هما اللي كيغدوه، هما اللي كيخليو الشعر ما عرفت كيفاش يكون يولي بواحد الطريقه واعره بزاف. شنو الزيوت اللي غيناسبوك؟ الا كنتي شعرك ناشف فكنشوف الزيت الكوك غادي يعاونك بزاف، ولا كنتي شعرك طايح وبغيتي تقويه فزيت الخروع هو احسن زيت غينوض لك الشعر. فحافظي على الزيوت في شعرك، داومي عليهم دائما قبل ما تنعسي، ديري زيت للشعر ديالك. لا ما بغيتيش ديري كل نهار ديري نهاريه نهار لا. ودائما داومي على حمام زيت قبل ما تعومي وغتلاحظي فرق كبير في الشعر ديالك. رابع حاجه غتخلي الشعر ديالك يولي قوي والفراغات اللي في الشعر ديالك يعمروا ويخلي الشعر ديالك يرطب ويتزيت وخا يكون ناشف هو مساج الشعر. انا كتبقى ديري شعرك مساج 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 مساج، وخا ديري غير 5 المرات 5 دقائق في النهار، مره واحده في النهار ديريها مده 5 دقائق غتلقاي العجب في الشعر ديالك. فداومي على مساج الشعر حيت عنده فوائد كبيره للشعر. كيزيت، كيحيد القشره، كيحيد الزيوت اللي واحلين داخل في الشعر ديالك، كيرطبو وكيقويه وكيخرج الزغبه اللي واحله. المساج راه خطير بزاف، ماشي غير حتى شفابور معنيتها راه ماشي مهم. وخامس حاجه حاولي دائما تمشطي شعرك بالمشطه اللي كتناسبو ماشي المشطه اللي كيوت. مثلا شي مشاطي دابا غتلقايهم موجودين ولكن ما كيناسبوش الشعر ديالك، يعني هادوك كيناسبوش الشعر ديال البنات القاوريات اللي حيت شعرهم خفيف رقيق، هذيك المشطه كتمشط لهم مزيان. حنا المغربيات تبارك الله شعرنا قوي، شعرنا ماشي بديك الخفوفيه ديال شعرهم ولا بديك الرطوبيه ديال شعرهم، هما شعرهم رقيق بزاف وخفيف بزاف حتى من لونه صفر ماشي تكحل، يعني ما مجهدش حتى في اللون، ماشي بحالنا حنا المغربيات الحمد لله. فحنا ما خاصناش هاد المشطه اللي ما عرفتش شنو غنديرو بها، هذيك حدنا كنقطعوا بها القصه سالينا، كتقطعي بها القصه وسالينا كتحطيها، غتمشي تهزي المشطه ديالنا حنا المغربيات اولا المشطات اللي دابا موجودين كينفعوا الشعر مزيان، هما اللي غيعاونوا شعرك انه ما يطيحش ويتمشط ويكون نتيجه احسن. فدائما في المشطه عزلي اللي غتناسبك ماشي اللي كتبان كيوت. وسادس معلومه اللي هي حاولي المخده اللي تكوني كتوسديها تكون مخده ديال الحرير اولا توب رطب، ما تكونش شي مخده اللي توبها حرج غادي يقرد لك الشعر ديالك، اولا حتى الزيف اللي تنعسي به حاول يكون شي ديال زيف ديال الحرير احسن من الزيوف الحرشين اللي غادي يقطعوا لك شعرك. والحاجه التاليه اللي بغيت نقول لك هو حاولي تحافظي على الضفره الشعر ديالك حيت كتعاون انه يطول وكتحافظ عليه انه ما يتشعككش. ما مثلا ملي كتخلي شعرك مطلق راه دغيا كيتشعكك، اما الضفره لاحظي ديما البنات اللي كيضفروا شعرهم تيكون شعرهم صحي وتيكون رطب وتيكون طويل، فالضفره فريمون كتعاون ان الشعر ديالك يبقى زوين. والمعلومه التاليه اللي بغيت نقول لك هو حاولي قبل ما تدخلي تعومي ماشي غير ديري حمام زيت. حمام زيت باي ذا واي هو انك ديري بزاف د الزيوت لشعرك، تخلي في شعرك واحد ساعه عاد تدخلي تعومي. قبل ما ديري حمام الزيت ما تنسيش انك تقشري راسك، هذيك القشره ملي كتخرج هي اللي كتخلي الزيت يدخل، اما خليتي القشره في راسك الزيت واخا تبغي تحطيه ما عنده فين يدوز حيتاش محبوس. فدائما حاولي تقشري راسك بالمشطه هكا تقشريه عاد ديري الزيوت. واخر معلومه بغيت نقول لك هو الشعر ديالك ما خاصوش يقوسون ما يكون سخون
سخون بزاف طيب، يعني حاولي على الأقل ملي تكوني كتعومي وقربتي تخرجي من العومان تكبي على راسك شوية ديال الماء يكون بارد شوية، ماشي بارد بزاف تيضربك البرد ولكن بارد شي شوية على الماء اللي كتعومي به، حيت الشعر ديالك ملي غتكبي عليه ماء بارد شوية قبل ما تخرجي غتلقاي شعرك كيخرج مهدّن، أما إلا كبيتي عليه الماء سخون غتخرجي غتلقاي شعرك كيقول لك عاش الملك، فمن الأحسن الماء بارد أحسن من الماء سخون للشعر ديالك. وهذا الشيء اللي كان في الفيديو ديال اليوم، كنتمنى تكوني استفدتي. الا عجبك الفيديو ما تنسيش تخلي لايك وديري ابوني باش فيما نحط فيديو اخر تشوفيه، وقولي لي تحت في الكومونتير علاش بغيتي نهضر الفيديو الجاي. هادشي اللي كان الفيديو ديال اليوم، نتلاقاو ان شاء الله فيديو اخر. بسلامه.